النهاردة هعمل لكم سواتش أو مسحات لبودرة التثبيت من هدى بيوتي. هدى بيوتي ايزي بيك لوس بيكنج اند سيتنج باودر، ودي واحدة من أشهر منتجات المكياج الناجحة عالميا بسبب جودتها. هنشوف الست درجات ونحدد هي مناسبة لأي درجة بشرة مع أي أندرتون. بودرة التثبيت دي معمولة مخصوص للناس اللي بتحب تعمل بيكنج، وكمان رائعة في التثبيت الخفيف. من مميزاتها إنها بتتحكم في اللمعة طول اليوم، وكمان بتثبت الفاونديشن والكونسيلر، وبتدي اير براش فينش، وبتنعم وبتموه الخطوط والمسام وما تخليش العين اللي قدامك شايفاها. سعرها أعلى من الاقتصادي، يعني في حدود $40. وأضمن مكان تشتريها منه هو صفحة هدى بيوتي أونلاين، أو محلات سيفورا، أو أي محل معتمد عندك في البلد اللي انت فيها. ومش هطول عليكم أكتر من كده، ويلا بينا نبدأ الفيديو. باوند كيك للبشرة الفاتحة مع أندرتون محايد، يعني للبشرة الفاتحة اللي مش عايزة تدي أي لون، بس عايزة تدي تثبيت وتفتيح وتمويه للخطوط والمسامات. باوند كيك. أنا بحاول أخليها تقيلة على قد ما أقدر عشان تقدروا تشوفوا الدرجة، بس في الآخر هي البودرة دي شغلتها إن هي ما تبقاش باينة، فصعبة جدا إن أنا أوضحها، بس على قد ما تقدروا قربوا واتأكدوا من الدرجة ومن الأندرتون. تشيري بلوسم كيك للبشرة الفاتحة والمتوسطة مع أندرتون وردي، لكن دي غالبا بتستخدم للتنوير تحت العين وإضاءة الهالات، وطبعا بكمية خفيفة علشان اللون الوردي بتاعها ما يبقاش ظاهر قوي تحت العين ويبقى واضح زيادة عن اللزوم. تشيري بلوسم كيك. شوجر كوكي، ودي درجة شفافة، تعتبر درجة يونيفرسال أو درجة عامة كده، بتمشي مع أي بشرة، بتستخدم بس للتنوير والتثبيت، وطبعا للتمويه وإخفاء التجاعيد بدون أي ألوان. بس أصحاب البشرة الغامقة تستخدمها بكمية خفيفة جدا علشان ما تعملش لون فاتح قوي مش لايق ومتناسق مع باقي وشهم، لأن هي بتدي درجة خفيفة أفتح. شوجر كوكي. يعني بصوا الفرق بينها وبينها باوند كيك. باوند كيك شوية فيها أندرتون محايد، لكن دي تحسوا كأنها أبيض أبيض. لكن طبعا البودرة في الآخر أول ما بنمسحها بالفرشة ما بتبقاش باينة كده، احنا ما بنحطهاش ونسيبها، احنا بعد ما بنحطها بنسيبها شوية ونبدأ نطيرها بالفرشة ونسيب بس تأثيرها أو الجزء الخفيف اللي الجلد امتصه أو فاونديشن أو الكونسيلر ثبته عليه. شايفين دي شوية فيها درجة محايدة، لكن دي أبيض أبيض، ودي طبعا شايفين درجة البينك اللي جواها. درجة كنافة، ودي مناسبة للبشرة المتوسطة مع أندرتون ذهبي دافي. أعتقد إن أنتوا شايفين الفرق. درجة بنانا بريد، ودي مناسبة للبشرة المتوسطة الفاتحة والمتوسطة مع أندرتون أصفر، وبتساعد جدا لو هالات اللي تحت عينك فيها أندرتون بنفسجي.
ودي أغلبية البشرة المتوسطة بتستعملها. لو بشرة متوسطة فاتحة بتستعملها زي ما هي، لو بشرة متوسطة بتستعملها وبتاخد بيها درجة تفتيح واحدة. درجة بيتش باي مناسبة للدرجة المتوسطة مع أندرتون خوخي دافي، وللبشرة المتوسطة إلى غامقة بتدي إضاءة دافية جميلة لأن هي هتكون أفتح منهم درجة واحدة، وكمان بتساعد على إخفاء الهالات اللي فيها لون أزرق علشان هي فيها درجة خوخي دافية. باوند كيك، تشيري بلوسم كيك، شوجر كوكي، كنافة، بنانا بريد، بيتش باي. وللأسف هي مش عاملة أغمق من كده للبشرة الغامقة والعميقة. تعالوا نشوف تأثيرها لما نخفف. يعني ممكن في حاجات كتيرة مش هتبقى مظبوط عليا علشان أنا درجتي متوسطة إلى فاتحة، بس إيدي دلوقتي تاند عشان الصيف، فأنا هحاول أوريكم تأثيرها لما البودرة تتشال أو تتنفض من على الوش أو من على الجلد. خلينا نجرب. دي بيتش باي، بنانا بريد، هتلاقوا فرق بين المنطقة اللي كان عليها البودرة وبين المنطقة اللي جنبها، ده اللي بيحصل تحت العين، وطبعا لازم تبقى الدرجة مناسبة ليكم. كنافة، شايفين ازاي المنطقة اللي عليها فيها شوية تنوير، وما تشوفوش قوي التفاصيل زي المنطقة اللي جنبها. يعني بصوا تحسوا فيه تنوير والتفاصيل مش باينة، معمول لها زي تمويه كده. شوجر كوكي، ودي اللي هي يونيفرسال أو جنرال، اللي هي بنسميها ترانسلوسنت. شايفين ازاي عاملة زي ضي أبيض، علشان كده ما بنصحش أولا بكميات كبيرة منها، زائد حاجة ما بنصحش بيها للبشرة الغامقة جدا أو العميقة، إلا تاتش خفيف جدا ويتنفض كويس بعد ما نخلص. تشيري بلوسم كيك اللي هي فيها درجة وردي، تمويه خفيف ولطيف ولونها مش واضح قوي، طبعا بتبقى واضحة أكتر على البشرة الفاتحة مش على بشرتي أنا الغامقة، لأنه أنا واخدة تان فغمقانة. وفي الأول باوند كيك، ودي اللي قلنا مناسبة للبشرة الفاتحة. عظيمة صراحة، يعني هي ممتازة. أرجو إن ده يبقى واضح عندكم، تقدروا تعرفوا أو تشوفوا الفرق أو تستفيدوا من اللي أنا بعمله. طبعا أنا كمان مش بنفضها كويس، هي المفروض تتنفض أكتر من كده وما تبقاش واضحة خالص. وتصوروا نفسكم قبل ما تخرجوا من البيت، تصوروا نفسكم تقفلوا نور الأوضة وتصوروا بالفلاش، وتصوروا نفسكم في نور الأوضة وتشوفوا لو في خط واضح تحت عينيكم أو أي مكان حطيتوا فيه البودرة. لازم يبقى مموه ومش واضح ومفيش فرق كبير بينه وبين باقي المكياج بتاعكم. يعني ما يبقاش تحت عينيكم في درجة من الدرجات دي وبعدين يبان على طول خط فاصل بينه مثلا وبين خدودكم، البلاش على خدودكم أو دقنكم أو
لو انتوا هتحطوه على الفك ما يبقاش فيه خطوط فاصلة واضحة تبين ان انتي عندك الوان مختلفة في وشك. لازم كله يبقى مموه مع بعض ومدمج بطريقة لطيفة جدا. فهو المفروض انه بيتنفض اكتر بكتير مما انا عملته علشان يدمج كويس مع باقي المكياج. وبكده الفيديو يكون خلص. أرجو إنه كان مفيد ليكوا وأشوف وشكوا على خير. باي.